مبروك للزملكاويه، كسبتوا اهو، كسبتوا دريمز، فريق الاحلام، الفريق الجبار، الفريق الكبارة. انا عايز الزملكاويه كلها تزغرط النهارده من الفرحه، كلنا بنقول للزملكاويه الف 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 مبروك، بجد مبسوطين لكم من قلبنا ان انتوا قدرتوا تعبروا دريمز وعندهم وفي ارضهم وايه و3-0 يا كابتن خالد بالثلاثه. بصراحه شابوه لكل اللاعبين النهارده، شابوه للجهاز الفني، شابوه لمجلس الاداره، وشابوه للجمهور اللي كان بيشجع هناك. احنا بجد مبسوطين النهارده جدا جدا لفرقه نادي الزمالك، بس هننبسط اكتر لما تكسب نهضه بركان، هننبسط اكتر بقى لما نشوف هتعملوا ايه في النهائي. ونتمنى التوفيق طبعا يعني. طبعا بيكم اهلا بيكم الاول، واهلا بكل متابعينا وحبايبنا، واهلا بيك يا كابتن. والله انا بس من فرحتي بالزمالك النهارده نسيت اقول سلام عليكم وازيكم يا جماعه وعاملين ايه، وحشنا جدا والله العظيم. يعني بقالنا كتير ما طلعناش معاكم، بس احنا النهارده طالعين بمناسبه يعني مكسب الزمالك ومكسب الاهلي طبعا، اللي لسه هنتكلم وهنتكلم عنه ان شاء الله باستفاضه. قبل اي حاجه بس يا كابتن خالد، عايزين بس نقول ان عمرو الدرديري، طبعا كلنا عارفين استاذ عمرو الدرديري، مش محتاجين حد يعني يقول لنا هو مين، ابو نضاره ده كلكم عارفينه. المهم عمرو الدرديري بيقول ان الكونفدراليه في الوقت الحالي اقوى بكتير جدا من كاس افريقيا، دوري الابطال يا كابتن خالد. يعني الكونفدراليه دلوقتي بقت اقوى من دوري الابطال. طب ليه بقى؟ ايه الدليل بتاع استاذ عمرو الدرديري؟ الدليل بتاعه ان الكونفدراليه فيها ناس كسبت الاهلي. ده الدليل. طبعا كلام جميل. يعني انا بصراحه مش عارف انت بتقول الكلام عشان نطلع نتريق عليك. كلام جميل، واكيد قبليه مفيش كلام، كان شارب سيجاره حلوه، مفيش اي كلام. بودي؟ يعني الله اعلم بقى، ممكن تكون سيجاره مارلبورو، سيجاره كليوباترا، الله ايوه اعلم. مارلبورو بيمثلها بودي. انا قلت ايه طبعا يا كابتن خالد. المهم ان هو شارب سيجاره خلاص. بالظبط، فده كلام السيجاره يعني. خد بقى السيجاره التانيه. طبعا احنا نتمنى للزمالك كل التوفيق في بطوله الكونفدراليه. طبعا. النهارده شرفنا وشرف مصر بالفوز على فريق دريم، فريق كبير. كان في لاعب، في جون أنطوي مثلا، يعني جون أنطوي لاعب كبير، لعب في الاهلي ولعب في الاسماعيلي. طبعا في طبعا صح. ايوه. وسامسون كان جبار كان جبار. لازم انت بتقول هتحصل. يعني بص ايه، انا فرحان بسامسون، فرحان مصطفى شلبي، عمل حركه برضه النهارده. شعر صدره دي عمل حركه كده. يا جماعه معلش، انا عايز بس بنقول الزمالك يقول لنا والنبي كابتن خالد عشان دي مهمه جدا. بس كلام عن مصطفى شلبي. ما انا عن مصطفى شلبي تمام. الحركه اللي عملها مصطفى شلبي لما كله اتكلم على الحركه بتاعت الشورت بتاعت عبد المنعم، الحركه اللي عملها بتاعت اللي مصطفى شلبي عملها بايديه، طبعا كلكم شفتوها تمام. هي دي معناها ايه؟ كان بيعملها منين؟ لا، ما كابتن عمرو احنا بنقول له اكيد انت مش قصدك، يعني اكيد انت مش قصدك. خدش بالك. اكيد انت ما خدتش بالك، وبرده يعني مبروك. انا ما خدتش بالي بصراحه من شعر صدرك اللي انت حلقه ده، تقريبا ليزر ولا بس لما بعض ساكا كابتن خالد بيقول ان هو حلقه بالليزر غالبا، يعني هو غالبا فعلا يعني. بس يعني مبروك النهارده فوز الزمالك، وجون كابتن احمد السيد زيزو كان جون. بس انا عايز اعلق كابتن خالد ان بما ان استاذ ابو المعاطي عشان انا واثق فيه بصراحه، تمام. بما انه هو قال ان مصطفى شلبي حلق شعره بالليزر، فخلاص انا كعمرو فمش هتقنعوني بحاجه ثانيه، هو كده حلق بالليزر. بس احنا بنقول يعني لو هنحسب مثلا ان حركه عبد المنعم اللي انتوا عمالين طالعين بيها السما وعمالين تقولوا هو بيبص على ايه في الشوط، يا جدعان الراجل جات له كدمه، تمام؟ كدمه مش هنقول بقى تحت الحزام او فوق الحزام او مكان ما انت ومخك عايز تبص بقى عليها، انت تشوفه بيبص فين وبتركز في الكلمه حصلت وهو بيلعب الكوره، بالهيد. وعلى فكره اللي خبطه لاعب من عندنا الاهلي، اسامه ابو علي هو اللي خبطه. فمنك ومركز في التفاصيل الغريبه دي، وعايز تحسبها ان دي قله ادب، ممكن تحسب الثانيه قله ادب. عايز تحسبها ان هي مش قله ادب، ما تحسبش الثانيه قله ادب وانت بخيالك. يا جماعه الموضوع ببساطه شديده جدا، عشان بس ولا نيجي على مصطفى شلبي ولا نيجي على محمد عبد المنعم. الموضوع بسيط، الموضوع ان في اوقات الانسان بيعمل حركات لا اراديه هو مش دريان بيها، هو ناسي انه بيتصور اصلا. هتقول لي اصل في جمهور كبير وفي مش عارف ايه، في اوقات الانسان بيعمل حركات لا اراديه بتطلع يعني بشكل تلقائي، يعني حركه تلقائيه انا مش واخد بالي ان انا بعملها اوريدي. خد بقى الجديده يا كابتن خالد، عشان دي بقى بما اننا دخلنا في المباراه في الاهلي وعبد المنعم والناس دي، فمحتاجين نقول ان مخرج مباراه الاهلي تمام ومازيمبي تمام
مخرج مباراه الاهلي ومازيمبي طلع وبيقول ان هو ما شافش لمسه يد، هو ما شافش اوريدي لمسه يد اصلا. تمام. اوكي، وبما انه هو قاعد بعيد عن غرفه الفار والكاميرات او التحكم بيبقى لغرفه الفار، فهو بيعرض الحاجات من كل الزوايا كما يعني كما هي تمام. لكن هو ما عملوش يعني، هو بما معناه يا كابتن خالد، او الكلام اللي هو قاله بما معناه للجمهور كله يا جماعه، الراجل عاوز يقول لنا ان انا ما شفتش اوريدي ان في لمسه يد على اللاعب، وهو عاوز يقول من الاخر ان ده هدف صحيح. طيب انا بس عايز اسال سؤال، بما ان حضرتك كمخرج مباراه شفت ان انت حكم او انت فار، وبما ان حضرتك شايف الكلام دوت، انت ازاي طالع تقوله على الملأ بما ان حضرتك مسؤول عن اخراج المباراه؟ ده اول سؤال. طب تاني سؤال، ممكن جدا بالظبط. تاني سؤال، لو هنفترض ان حضرتك، هفترض معاك جدلا على الرغم من ان كل الخبراء بلا استثناء قالوا ان هي لمسه يد، بس انا هفترض مع سيادتك جدلا ان هي مش لمسه يد، هو مش حضرتك مصري ولا انت مصر طلعت لك في كيس الشيتوس وانت بتاكل؟ انت مش مصري، يعني المفروض ان انت، هنفترض ان ده حصل، مش المفروض ان انت تطلع تقول الكلام دوت، لان الاهلي المصري هو اللي كسب مش الاهلي الافغاني. صح يا استاذ ولا ايه يا حضره المخرج يا مصري يا محترم؟ يعني اتمنى ان الناس المسؤولين، ان اللي زي حضرتك لما يجي يقول كلام يكون واعي اللي بيقوله وعارف هو طالع يقول ايه كويس جدا، علشان الكلام بتاع حضرتك الناس كلها بتتناقله، لان حضرتك شخص مسؤول. فانا مش هطول في الموضوع اكتر من كده. بس انا عايزين بقى يا كابتن خالد نقول الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. احنا بنعتذر اننا ما قدرناش لا ده مبروك قوي يعني. احنا يا جماعه الحمد لله بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، النادي الاول او هنقول الثاني في التاريخ عشان احنا ما بنحورش زي ناس، تمام؟ النادي الثاني في التاريخ اللي بيوصل النهائي لدوري ابطال قارته 5 مرات متتاليه. دي على فكره حاجه فعلا يعني ما عملهاش غير ريال مدريد، وما عملهاش غير الجيل وقديم. الجيل ده ما عمل اللي حصل ده، ما عملوش غير الجيل ده للنادي الاهلي، اللي احنا بنقول له ان انتوا شرفتونا كاداره، كلاعبين، كجهاز فني، كطاقم طبي. الجهاز ده يا جماعه شرفنا، ويعني رفع راس كل اهلاوي في السماء. ده اللي احنا عايزين نقوله بدايه قبل ما نتكلم على اي حاجه تخص الماتش. يا جماعه الموضوع ببساطه شديده جدا ان النادي الاهلي فعلا بيدمر او بيحطم الارقام القياسيه، ولو كسب النهائي الجاي ده هيبقى بيحطم كل الارقام القياسيه. يعني الاهلي لو كسب النهائي الجاي ده، متخيلين الاهلي هيحقق ارقام قياسيه، مصطفى شوبير هيحقق ارقام قياسيه، كولر هيحقق ارقام قياسيه. اللي كان بيشكك في كابتن محمود الخطيب وازاي بيعرف يدير ولا ما بيعرفش والكلام، اعتقد الراجل اثبت وبجداره، ومش على كره القدم بس، ده في جميع الالعاب. يعني احنا النهارده خلينا نتفرج، الاهلي كسبان في السله، كسبان في الطايره، كسبان في اليد، يعني معلش حتى سيدات الاهلي بتكسب ما شاء الله. كاس عالم الانديه ما شاء الله. ما شاء الله طبعا ونعم بالله. اللي احنا عايزين نقوله ان الاهلي بيثبت ويبرهن للعالم ان هو منظومه، هو منظومه، ولا هو فرد ولا هو فرقه، لا هو منظومه كامله، اورجانيزيشن بتمشي زي الساعه بنفس الطريقه الاوروبيه، ويمكن احنا احسن من الانديه الاوروبيه كتير لو هتتفق معايا يعني يا كابتن خالد. عايزين بس نقول ايه رايك يا كابتن خالد في التشكيك اللي كان بيتقال على مارسيل كولر قبل المباراه؟ والله يا كابتن عمرو اترد في الملعب، صح كده؟ اترد عليه في الملعب واترد عليه في جميع المباريات. وعلى فكره يا جماعه يعني فوز الزمالك على الاهلي دي مش حاجه يعني تقلل من النادي الاهلي تماما تماما تماما. نادي الزمالك نادي كبير طبعا، وفريق كبير طبعا، تمام، كبير وجمهور كبير، وياما عطل بيه الاتوبيس، وياما حصلت له مشاكل، وياما خسر بالسته وكانوا كبده، وياما اقول ايه بس وكانوا كبده، وياما كانوا كبده. أيوة. فاذا مفيش مشكله ان انت تكسب ماتش، انت فريق كبير برضه ايا كان، مش انت فريق كبير طبعا فريق كبير، مفيش مشكله ان انت تكسبني ماتش، لكن لازم تكون عارف ان انا عيني
على بطوله دوري ابطال افريقيا. انا كاهلي وانا كاهلاوي وانا كجمهور انا عيني على دوري ابطال افريقيا. الدوري يا كابتن خالد. فمش يعني مش حاجه يعني يا كابتن عمرو لما ياخد ماتش. لا معلش هو خد حضراتكم خدتوا الماتش على راسنا، وزي ما قلت في الحلقه اللي فاتت كلنا عارفين الجون الثاني بتاعكم جاي ازاي. فبغض النظر عن اي شيء، الكوره مفيش خبير تحكيمي واحد على مش هتكلم في الكوره تفاصيل يا كابتن الارضيه، عمرو. على الكوره الارضيه قال ان الكوره دي مش فاول، وان الكوره دي ركله حره غير مباشره دينجرس بلاي. لكن انا متفق معاك يعني 100%، لكن الاخطاء التحكيميه وعلينا وعليكم وعلى الكل، فاحنا مش بنقعد نعيط. الموضوع انتهى، كسبتوا جود بلاي، خسرنا هارد لك، واحنا بنتمنى ان احنا يبقى عندنا حظ او بس اخر كلمه هيضيفها الكابتن عمرو وانا كمان هضيفها لكم، ان الشاطر اللي بيضحك في الاخر. الله يفتح عليك في اخر اي حاجه، اخر الدوري، بالظبط، اخر الكاس، اخر دوري ابطال افريقيا، الشاطر اللي بيضحك في الاخر. قول لنا كده يا كابتن عمرو في عجاله، اداء الاهلي في المباراه الاخيره طمنك بنسبه كام في الميه على الماتش النهائي؟ والله يا كابتن خالد، هو النهائيات عموما بيبقى ليها مقاييس مختلفه، خلينا نكون متفقين على النقطه ديت. اي نهائي في بس برضه ان انت داخل كسبان 3-0 ومازيمبي، على فكره يا جماعه مازيمبي يعتبر تاني نادي افريقيا من حيث عدد البطولات بعد النادي الاهلي. هو حاصل على بطوله دوري ابطال افريقيا 5 مرات زيه زي نادي الزمالك بالظبط، تمام. يعني هو نادي الزمالك لكن يا كابتن خالد هو زيه زي نادي الزمالك في عدد البطولات، ولكن مش زي نادي الزمالك في عدد المرات اللي خسر فيها من الخصم. بمعنى لما نادي الزمالك لاعب مازيمبي على طول بيخسر بين 3، يعني 4-5 ماتشات وكان بيكسبوا رايح جاي، بياخدوا رايح جاي كده. فده مش عيب، ما يعيبش نادي الزمالك نادي كبير، لكن احنا بنتكلم على قوه مازيمبي بس. يعني احنا ده هو مقصدنا تماما. هو نادي الزمالك نادي كبير، بس نادي مازيمبي كان بيكسبوا بالثلاثه. الحمد لله يا ربنا كرمنا، كان حظه حلو. النادي الاهلي خد للنادي الزمالك المصري بطار، احنا الاهلاويه خدنا لحضراتكم بطاركم من نادي مازيمبي. الحمد لله كلنا مصريين، كلنا مصريين يعني. فاحنا عشان بنحبكم وعشان احنا بنحب الزملكاويه جدا، فكنا مهم جدا ان احنا ناخد لكم الضرب علشان ما تحسوش بالوجيعه. خلينا لنا رايك بقى اللي كان يعني الماتش النهائي بقى كده فنيا، كلمنا كده عن. والله يا باشا انا شايف ان مبدئيا كده يعني هل عبد القادر بالمستوى الجميل حاجه اسمها كده في النهائي، الجميل حاجه اسمها كده في النهائي، طبعا من وجهه نظري لازم، بس ده طبعا يتوقف على مستوى في الكام ماتش اللي جايين في الدوري. الله ينور عليك. لان انت ربنا يا رب يستر من الاصابات عشان احنا المستشفى مش ناقصه. فده يتوقف على كام ماتش اللي جايين في الدوري والمستوى هيمشي ازاي. دي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، انا شايف ان اسامه ابو علي بالظبط، اسامه ابو علي اثبت ان هو مهاجم الاهلي الاول في الوقت الحالي. يعني تاو، ايه رايك في كريستيانو تاو؟ هل اداؤه كان الجوهري كان رائع تمام، ولكن مش هجوميا تمام. بيرسي تاو في ناس كتير جدا ما خدتش بالها هو كان بيعمل ايه. بيعمل ضغط متقدم كابتن عمرو. اولا ضغط متقدم، ثانيا مغطي تماما مع محمد هاني في الجبهه بتاعته، قافل تماما. طبعا مع قوه اكرم توفيق اللي قافل وبيرمي معاه على نفس الجبهه. اكرم توفيق طبعا عمل ماتش مفسخ، ده عمل مش ماتش بس، انقذنا من جول وجاب لنا جول، وكان مش راجل فس في نص الملعب، كان سيد الرجاله. الحمد لله على السلامه يعني. والله يا راجل احنا فعلا نقول لك الحمد لله على السلامه. انت كده بقول لك الحمد لله على السلامه بقى، اكرم مستواك. الحمد لله على الفوقان، ويعني بص على كل حاجه. يعني احنا عايزين اكرم توفيق يفضل هو ده اكرم توفيق على طول. الله ينور عليك. فاهمني؟ فانا شايف ان هي دي اللي يعني مثلا انت كمان عندك امام عاشور. امام عاشور الله اكبر، الراجل نازل ولا تحس ان هو نازل بالمستشفى القلم بالظبط. عمل الكوره اللي على لولو لوسام وسام طرقعها في الجول. يعني بصراحه جول مزيكا بصراحه قوي يعني. الجول برضو عايز برضو يا كابتن خالد النهارده عشان ما انساش سامسون كينيوليا. انا كنت بتكلم عن الاهلي بس هقول حاجه عن الزمالك معلش. سامسون النهارده جاب جون حلو جدا. الجون مش في ان سامسون جاب جون، الجون في الجمله عموما. الجمله اللي اتعملت من نادي الزمالك سواء من مزيزو لمصطفى شلبي لسامسون لجون،
الكوره اتلعبت حلو. هو كده كده الكورة كانت حلوه. لاعب جبار. طبعا احنا متفقين انه جبار. طبعا. ومتفقين ان شمشون زيزو يعني. لا ده شمشون. لا اصل معلق المباراه النهارده كان محسسني ان احنا بنبيع اللعيبه دي في مزاج. لا يا كابتن عبد اقسم الله، بالله هو كان جبار. انا مش مختلف معاك، وكان شمشون. بس انا اللي اقصده مش يعني انا ما عنديش مشكله ان احنا نفخر باللاعبين المصريين، انا على راسي. على فكره زيزو من احسن لعيبه في مصر. سامسون يعني ما اقدرش احكم عليه لان هو بيوصل ماتش فهو جبار اوكي. لكن انا اقصد ايه؟ اقصد لما اجي اتكلم انت كمذيع، لما تيجي تتكلم فخر في اللعيب من غير ما تحسسني ان انت بتبيعه في مزاج. تمام. يعني واصله لك، من غير ما تحس ان انت طالع تشحت عليه. فما تبقاش معلق يعني مستفز. مش مستفز ليا انا عشان انا اهلاوي، والله انا بتكلم عموما، حتى لو بيقول كده على حسين الشحات مثلا هو اهلاوي، مع الأسف. انا هتضايق من طريقه السلب. هو انتمائه بس الفريق ويمكن طاغي شويه على بعض. لا ده مش انتماء لفريقه يا كابتن خالد. كلام. ده لا انا بص يا كابتن خالد، انا الحاجات دي بصراحه ربنا، انت راجل معلق، انت طالع اتكلم على الفرقه، اتكلم على ان اللعيب عالمي، اتكلم على ان اللعيب نف، لكن ما تحسسنيش ان انت واقف تبيعه سوق الخميس. هي دي وجهه النظر. هو واقف في مزاد بيع على يعني بالراحه. طيب دي حاجه كويسه. خلينا يا كابتن خالد بقى عشان بس وقت الحلقه، والله انا عايز اتكلم عن ماتش الاهلي دوت لحد بكره يعني، بس عشان القصه كلها في وقت الحلقه. ما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات، عشان انا هحكي لكم دلوقتي حاجه بسرعه كده، هحكي لكم حكايه صلاح مع ايه؟ مع يورجن كلوب. تمام. المشكله السريعه اللي حصلت ودارت ما بين كابتن محمد صلاح ومستر او مستر يورجن كلوب. الموضوع ببساطه ان محمد صلاح مش واخد على انه يروح احتياطي. ليه؟ خلينا متفقين كلنا، سواء بقى كنت مختلف مع محمد صلاح او متفق مع محمد صلاح، خلينا متفقين ان محمد صلاح حتى الان هو اسطوره ليفربول اللي ما حصلتش. تمام؟ طب طبعا يعني خلينا متفقين يعني قولا واحدا يعني. تمام؟ انا راجل مختلف مع محمد صلاح في بعض وجهات النظر، ولكنني اعترف بالحقيقه اللي هي ان هو الراجل ده اسطوره ليفربول قلبا وقالبا. تمام؟ طيب دي اول نقطه. ثاني نقطه، خلينا برضو نتكلم في ان محمد صلاح لما بيكون موجود في ماتش بيقلبه، بيجيب لليفربول المكسب على طول الخط، غير الدافع المعنوي اللي بيبقى عند اللاعبين. طبعا. فهنفترض مع بعض يا جماعه ان هو مستوى نزل شويه مش عارف ايه، رغم ان ده ما حصلش، بس احنا هنفترض دوت. فهل المدير الفني يقعده الدكه علشان يعاقبه مثلا، او علشان هو شايف ان هو فنيا مش كويس، ولا يسيبه ويخليه يرجع الثقه تاني مع اللعب والكلام دوت؟ دي بتبقى رؤيه مدير فني. لكن اللي حصل ان محمد صلاح كان هينزل وليفربول طبعا خسرانه، محمد صلاح هينزل، يورجن كلوب قال كلمه ما عجبتش صلاح، وطبعا الكلمه دي حتى الان ما فيش حد صرح بيها، فاي حد هيطلع يقول لك يورجن كلوب قال ايه بنصا فهو بيكذب عليك. تمام؟ كلمه يعني ضايق محمد صلاح، مستفز يعني، قال له حاجه مستفزه جدا. فمحمد صلاح رد نصا بقى وقال ان انا مش المفروض ان انا كل دوت افضل قاعد بره، انا المفروض ان انا كنت موجود من بدري مننا وخسرانين. طيب محمد صلاح بعد ما خرج قال ايه؟ محمد صلاح بعد ما خرج في حوار صحفي بسيط قال انا لو اتكلمت هفجر حاجات كتير وفي ناس كتير هتتضرر. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان في مشكله قائمه ما بين محمد صلاح ويورجن كلوب. المشكله دي على فكره من ساعه ما صلاح قال انا مش جاي منتخب مصر، مش عشان طبعا يورجن كلوب مش زعلان من صلاح عشان ما جاش المنتخب، ده يمكن تكون دي فكرته، لكن هي المشكله حصلت بسبب يعني من ساعه الوقت ده وهي المشاكل بدات تطلع. فانا بس عايز اقول لكابتن محمد صلاح، يا كابتن محمد انت اتخليت عن مصر وتعاليت علينا. معلش انا قلت عليك ان انت فوق الدنيا كلها، انت تعاليت علينا كتير في انك مش هادي، اصل حسام حسن، اصل مش عارف ايه. معلش انت راجل كبير وليك نجم ونجم كبير وليك مقامك وليك مكانتك، واكيد عارف ان الناس كلها هتحترمك. فكون ان انت عملت حاجه زي كده فدي قله ثقه في نفسك. تمام؟ وانا شايف ان اللي بيحصل حاليا ده، انا طبعا زعلان والله زعلان جدا، بس انا شايف ان هو ربنا بيقول لك ايه، ما تعملش كده تاني، ما تعملش ده. تمام؟ في كلام كابتن خالد من الهلال السعودي بيقول انه انا هتفاوض مع كابتن محمد صلاح في نهايه الموسم. والله احنا نتمنى لكابتن محمد صلاح التوفيق، ويعني جدا، ويعني نتمنى ان هو يعني يرجع الشخص اللي احنا اعتدنا نشوفه بالظبط. صلاح يعني انا واحد من الناس، انا
بتكلم برايي بقى الشخصي، مش راي اي حد. انا اعتدت اشوف كابتن محمد صلاح بصوره معينه، انا حاسس ان انا مش شايف الصوره دي دلوقتي. بالظبط، مش عارف ليه. انا شايف محمد صلاح مختلف بمنتهى الامانه معلش متعالي جدا. انا مش شايف محمد صلاح، لكن انا بحبه. انا بحبه الصراحه، يعني ايا كان بقى، سواء انا متضايق منه في بعض الحاجات اللي انا شايفها متغيره فيه، لكن انا بحبه. خلي بالك يا كابتن خالد، زي ما يبقى عندك مثلا اخ انت مطلع عينك وعين اللي جابوه، بس انت بتحب، هتعمل ايه؟ بالظبط، نصيبك وقدرك. هتعمل ايه؟ اللي انا عايز اوصله لكم كلكم والله بجد، كابتن خالد قال المفيد. المشكله معانا دلوقتي ان كابتن محمد صلاح احنا لو مش بنحبه مش هنقول له الكلام ده. احنا بنحبه وبناء عليه بنقول له ارجع تاني محمد صلاح اللي احنا نعرفه. ليه؟ علشان انت ما فاضلكش كتير وهتعتزل هتيجي هتتدرب بره بقى، هتيجي خلي الشعب ده يكون سبورت ليك دايما. يعني دي وجهه نظري ومش هنطول اكتر من كده بقى. انا بس اقول حاجه اخيره يعني في موضوع حسين الشحات يا جماعه، بس قبل ما نقول الموضوع يعني ما تنسوش تدعمونا باللايكات الحلوه والشير اللايك الحلو. ليك حبيبك اهلاوي ارزع له الشير الحلو، زملكاوي برضه ارزع له الشير الحلو، لان احنا محيين الزمالك ملوش في الكوره خالص، ارزع له برضه الشير، يعني مش هيزعلك برضه، يمكن حد غيره يشوفه. فنقول بقى موضوع حسين الشحات يا جماعه والشيبي كده في عجاله. طبعا كلنا عارفين ان الشيبي كان تقدم بشكوى للقضاء، وطبعا ده مخالف لقوانين الفيفا وقوانين اتحاد الكوره كلها. بالظبط. فطبعا قالوا له ان اللي انت عملته ده يا حبيب قلبي غلط، انت في الموقف اللي زي كده لازم ان انت تقدم تظلم للجنه الانضباط وشكوى، وبناء عليه لجنه الانضباط تقرر تشوف هتعمل ايه. بس يا خلي بالك انا عايز اقول حاجه بس كده، فنفكر الناس بس لجنه الانضباط ادت لحسين الشحات ايقاف مباراتين بالظبط، ده غير الغرامه اللي نزل على النادي الاهلي. وغير كمان ان اصلا حسين الشحات اعتذر للشيبي يوم مره، والموضوع اتكرر اكتر من مره واعتذر له وقال قدام الناس كلها، كان المفروض الموضوع خلص. لكن فجاه الموضوع جد، وامبارح المفروض لجنه الانضباط كانت بتنظر في الموضوع، وكان في قرار هيصدر النهارده، والقرار صدر فعلا تمام، لكن حتى الان لم يعلن به تماما. فاحنا منتظرين ان شاء الله لجنه الانضباط لحد ما نشوف القرار اللي هي عمال يروح ويجي وبتاع وتصدر فيه حاجه وبعد كده تقف، وبعد عايزين نعرف اخرهم ايه، ومستنيين نفهم يعني اخر الموضوع والفيلم ده ايه. وخلي بالك يا لجنه انضباط، ما ينفعش اي حد في الدنيا ياخد يعني حكمين، يعني ما فيش حد في الدنيا عمل شيء فيتحكم عليه في حكمين. فحسين الشحات تمت عقوبته، الله ينور عليك. فاستدعاء حسين الشحات في الوقت الحالي هو بلا معنى. هو تم استدعائه فعلا، لكن هو بلا معنى. هو انا وجهه نظري الشخصيه انه استدعاء بلا معنى. اللي يستدعي حسين الشحات لجنه الانضباط من الاتحاد الدولي. تمام؟ ده لو الشيبي لجأ بعد ما الاتحاد المصري ما جابلوش حقه فلجأ مش عارف الاتحاد، فيلجأ بقى الاتحاد الدولي يجيب له حقه عشان الراجل ده راجل محترف في مصر. تمام؟ فالكلام ده يروح حسين الشحات، لكن بما ان لجنه الانضباط المصريه تم عقوبه حسين الشحات فما ينفعش حضرتك تعاقبه تاني، والا ده يبقى اسمه كلام في الهواء. فعايزين نشوف اللي هيحصل ان شاء الله. بس بالظبط، يعني هو ده اللي كده موضوع حسين الشحات اتقفل تماما. كابتن محمود الخطيب يا جماعه بره محمد عبد المنعم من الحوارات اللي لا مؤاخذه يعني الزملكاويه عملوها فيه، ما تستاهلش اساسا. فكده الحمد لله احنا قلنا كل حاجه كده الحمد لله يا جماعه، احنا قلنا كل حاجه ان شاء الله. استنونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 9 صباحا، وهنقول لكم اخبار جديده في الجون قوي 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 قوي. ما تنسوش الشيرات واللايكات والسبسكرايبات على حبايبكم الاهلاويه، علشان الاهلاوي للاهلاوي سند، وانتوا دايما اللي سند لينا، واحنا بنتكلم ليكم وبنكبر بيكم. وخلي بالكم من نفسكم عشان احنا بنحبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.